بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. معانا كم خبر قنبلة قنبلة قنبلة. بس قبل ما اتكلم في الاخبار القنبلة لازم ارد على الكابتن رضا عبد العال، لان الكابتن رضا عبد العال قال كلام غير حقيقي وغير منطقي. كابتن رضا عبد العال بيقول لك قرعة الدوري ظالمة، وقرعة الدوري دي اتعملت عشان يتم منح درع الدوري للنادي الاهلي. اكن النادي الاهلي هيلاعب 3 4 فرق حنينين في الدوري ويقولوا تعالى يا اهلي مبروك انت كسبت خد درع الدوري. معرفش بيجيب الكلام ده منين، وبعد كده الكابتن رضا عبد العال بيقول لك ان الحاج عامر حسين لسه موجود وده ما مشيش. والدليل القرعه الجديده، وقال لك دي مش قرعه، قال لك القرعه معموله عشان الاهلي ياخد الدوري. بقول لك اكن الاهلي بدل ما يلاعب فرق الدوري كلها هيلاعب فرقتين 3 ويقولوا له خد الدرع اهو، درع اهو، خلاص كده الدوري خلص. وبعد كده الكابتن رضا عبد العال بيقول لك القرعه معموله عشان الاهلي ياخد الدوري. وانا عايز اسال سؤال، بعد الصفقات اللي عملها الاهلي ايه المشكله لما يلاعب بيراميدز في الجوله الاولى مثلا وبعد كده يلاعب الزمالك؟ وهنا على طول نفهم ان الكابتن رضا عبد العال ليس له اي علاقه بالتسويق. ما يعرفش ان كل ما مباراه الاهلي وبيراميدز تتاخر في الدوري كل ما تسويقها يزيد وكل ما تجيب فلوس كتيره لاتحاد الكوره وللاهلي والبيراميدز. ما يعرفش ان لقاء القمه لما يتلعب في اخر الدوري يجيب فلوس كتير ويعمل قيمه للدوري ويعمل قيمه لمنافسه الدوري. ايه المتعه ان الاهلي والزمالك يلعبوا بعض اول اسبوع ولسه اللعيبه لياقتها البدنيه ما اكتملتش ولسه اللعيبه ما جابتش فورمه المباريات؟ ايه المتعه؟ هو احنا بنتفرج على ماتش القمه عشان نتمتع بكوره ونتفرج على اداء كويس لافضل لعيبه موجوده في مصر، ولا بنسكن خانه نخلص من ماتش القمه؟ هو ده السؤال للكابتن رضا عبد العال. انت راجل مش لعبت كوره؟ مش راجل كنت مدرب ودربت فريق طنطا؟ ما تعرفش ان اللعيب في بدايه الدوري بيكون لسه ما جابش لياقته البدنيه بنسبه 100%، بيكون لسه ما جابش فورمته ومستواه الفني؟ ايه الميزه ان الاهلي لاعب بيراميدز اول اسبوع؟ وايه الميزه الاهلي لاعب الزمالك اول اسبوع؟ ايه الميزه؟ ايه المتعه؟ ولا ان اللعيبه دي تلعب وتستعيد عافيتها ومستواها ونتفرج على ماتش كويس، نتفرج على ماتش فيه كوره. واحنا بنتفرج على كوره ليه؟ ايه الاساس اصلا؟ انا عايز اسال الكابتن رضا عبد العال، صحيح انت بتتفرج على كوره ليه؟ مش عشان تستمتع؟ فطبعا كلام غريب. وبعد كده رجع وقال لك انا ما بقولش القرعه موجهه. ما انت عمال تقول القرعه معموله عشان الاهلي ياخد الدوري، راجع في كلامك وتقول ما بقولش القرعه موجهه. اقول لك كلام غير منطقي. انا كان لازم ارد عليه، ما تزعلوش مني. في ناس كتير كاتبالي لا ما تردش، ما تكلمش على الكابتن رضا عبد العال. معلش انا كان لازم ارد عليه يا جماعه، عندنا بقى الجماعه بتوع صفحه الزمالك. نزلوا موعد لقاء القمه هيبقى في شهر سبتمبر، اهلي وزمالك بعد قرعه الدوري. وبيقولوا للنادي الاهلي ده موعد الماتش ولازم تيجي الماتش، على اساس الاهلي ما راحش اخر لقاء، يعني عشان طبعا التحكيم وانتوا عارفين الاهلي كان عايز حكام اجانب. الكابتن احمد شوبير رد على صفحه الزمالك وقال لهم ايه؟ قال لهم من عينينا هنيجي حاضر، بس خلي بالكم احنا هنيجي بس هنطلب حكام اجانب. اوعوا انتوا لما تعرفوا ان في حكام اجانب ما تجوش. يعني الكابتن شوبير بيقول لك يعني ان الحكام المصريين الزمالك بيحب قوي يلعب ماتشات القمه في وجود حكام مصريين، فبيقول لهم احنا هنجيب حكام اجانب، اوعوا ما تجوش. بقول لكم من دلوقتي احنا هنجيب حكام اجانب. عندنا بقى يا جماعه ابراهيم سعيد
وجه كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ. وابراهيم سعيد قال لك شكرا لاخويا وكابتني سيد عبد الحفيظ على وقفتك ومساندتك يا ابن الاصول، تدوم المحبه ويدوم الخير. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ انا تعاملت معاه من زمان قوي، من ايام ما كان موجود في المنتخب الاولمبي مع مستر هيلد الالماني، وجمعتني كذا سفريه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وهو لاعب في النادي الاهلي وهو مسؤول في النادي الاهلي وهو مدير كوره. طبعا هو راجل ابن بلد وجدع جدا جدا جدا، وكل الناس وكل الوسط الرياضي عارفين ان سيد عبد الحفيظ راجل وجدع. فطبعا وقفته مع ابراهيم سعيد دي تدل على اصله الطيب، وكلنا ممكن نمر بمحن وربنا ينجينا من اي محنه، وينجي ابراهيم سعيد وينجي اي حد فينا من اي كرب، اللهم امين. كابتن طارق العشري بيقول لك الاهلي نفسه طويل، ولا انكر ان بيراميدز في منافس قوي. قال لك ما اقدرش اقول لك بيراميدز مش منافس قوي، لا منافس قوي. وقال لك بيراميدز هيعمل منافسه مع الاهلي على الدوري. وقال لك لو الامور استقرت في الزمالك واللعيبه اللي جت فادت الفرقه وكانوا اصحاب قدرات فنيه كبيره، الزمالك كمان هيكون منافس على الدوري. والكابتن طارق العشري قال لك لو المنافسه بقت ثلاثيه اهلي زمالك بيراميدز، هيبقى في متعه كبيره جدا جدا، وهنتفرج على دوري مشتعل، هنتفرج على دوري مشتعل. احنا طبعا عايزين دوري قوي، عايزين دوري قوي. رابطه الانديه طبعا حددت يوم 29 سبتمبر لقاء القمه اهلي وزمالك، وزي طبعا ما شفنا الكابتن شوبير بيقول لك حكام اجانب من دلوقتي. الاهلي وبيراميدز في الجوله الخامسه يوم 30 اغسطس، كون اللعيبه لعبت داست في الملعب، الدنيا مشيت معاها تمام، ونتفرج على ماتش قوي. بيراميدز اول لقاء ليه في الدوري امام دجله. هتقول لي طب الاهلي اول لقاء ليه امام مين؟ مودرن سبورت. هتقول لي طب الزمالك امام سيراميكا. والزمالك وسيراميكا السنه اللي فاتت تعادلات، ماتش اولاني دور اول 1-1، دور تاني 2-2. علي ماهر لا يخسر من الزمالك، علي ماهر مدرب سيراميكا لا يخسر من الزمالك. كابتن محمد يوسف عنده مهمة كبيرة جدا جدا، تمديد عقد ديانج. راجل عنده مهمة تمديد عقد ديانج، وان مهمته تمديد العقد قبل انطلاق مسابقة الدوري العام. طبعا الدوري العام يوم 8 اغسطس، اول لقاء للاهلي يوم 9 اغسطس. فطبعا تمديد عقد ديانج، طبعا ديانج نجم كبير، والاهلي اغلق كل العروض وكل الملفات اللي بتتكلم عن رحيل ديانج. خلاص الاهلي رفض كل العروض، رفض من الخلود ورفض من التعاون السعودي ورفض من السد القطري ورفض من الوقرة ورفض من كل الناس، وتمسك ببقاء واستمرار ديانج. الواد اوكو الواد اوكو الواد اوكو الواد اوكو بتاع الفريق السويسري، الواد اوكو بتاع الفريق السويسري وكيله اتكلم وقال لك الزمالك عايز يروح يشتكي، يروح يشتكي. طبعا انتوا عارفين الموضوع، الواد اوكو ان اوكو الزمالك اتفق مع النادي بتاعه على كل حاجه ان هياخده بمليون دولار على 3 اقساط، اول قسط 400,000 دولار، 300 واوكو يجي وتمام تمام، رضوا اوكو، كلموا معاه في فلوسه، يلا يا اوكو تعالى. اوكو جه عمل الكشف الطبي 100 فل و10، قال لهم بس هروح ارجع سويسرا اضرب لي سندوتشين كبده وسجق واجي لكم على طول وبرجر بالبيض. الواد سافر، لما ضرب البرجر بالبيض قال لك انا مش راجع مصر. ليه يا ابني؟ قال لك البرجر بالبيض عجبني قوي. الواد سافر وراح وكيله قال له لا سيبك من الزمالك، تعالى انا اوديك الرياض السعودي. الزمالك بيقول لك انا هوقف الواد ده واشتكيه واعمل فيه، ده الواد ماضي على ورق اتفاق، ده انا اتفقت مع النادي بتاعه السويسري. ده كلام الزمالك. اسمع بقى وكيله، وخلي بالك وكيله هو اللي جاب له الهمبرجر بالبيض، خلاه ما يجيش الزمالك، وطبعا السجق والكبده. وكيله بيقول لك الزمالك يشتكي، الزمالك يعمل اللي يعمله، احنا مالناش علاقه. وكيله بيقول لك خلاص النادي السويسري باع الواد ما بقاش ملك النادي السويسري، بقى ملك الرياض السعودي. وقال لك الواد ما مضاش اي حاجه، عايزين يشتكوا النادي السعودي، ما يشتكوا احنا مالنا، ما يشتكوا احنا مالنا. يعني الراجل بالبلدي كده خلص اللعيب بتاعه وقال لك كل سنه وانتم طيبين.
عايزين بقى تشتكوا بعض، تضربوا بعض، تتخانقوا مع بعض. انا اللعيب بتاعي في الاوكي، اللعيب بتاعي متغدي وضارب كبده وسجق وحياته فله، وراح الرياض، وقال لك ده راح الرياض ب3 اضعاف الفلوس اللي كان هياخدها من الزمالك. بتتكلموا في ايه بس؟ بتتكلموا راجل عنده مصاريف، بياكل ويصرف على نفسه. فكده بيقول لهم عايزين تروحوا تعملوا مشاكل مع النادي السويسري، روحوا، انا اللعيب بتاعي في الفلالي، اللعيب بتاعي في الفلالي، والنادي السويسري باعه خلاص. محمد عبد الله اللاعب الشاب ولاعب النادي الاهلي، راجل بيشكر جدا مستر خوسيه ريبيرو على الثقه الكبيره. يقول لك الراجل مديني ثقه وبيثق فيا بصوره كبيره جدا وبيدعمني. محمد عبد الله بيقول لك وجودي في وسط اللعيبه الكبيره، لعيبه النادي الاهلي اصحاب الخبرات الكبيره، بالتاكيد ده هيفيدني بصوره كبيره وهيثقل من موهبتي. ومحمد عبد الله بيقول لك طبعا اتمنى ان احصل على فرصه، لان اللعب للاهلي شرف كبير جدا، وارتداء القميص الاحمر شرف كبير جدا. هجتهد واتعب واتمنى ان احصل على فرصه المشاركه في المباريات. حسين الشحات بيقول لك الاهلي اهم حاجه في حياتي، وبحلم بحصد لقب افضل لاعب في افريقيا. وحسين الشحات بيقول لك ان هو جاهز وتعافى من الشد اللي كان بيعاني منه، وجاهز للمنافسه وجاهز للمشاركه في مباريات الدوري. طبعا نتمنى التألق والتوفيق لحسين الشحات. بلال عطيه لاعب الاهلي الناشئ مواليد 2008 هيسافر المانيا خلال ايام قليله علشان يعمل معايشه في فريق منشد جلادباخ، او اسف لا، فريق شتوتجارت مش منشد جلادباخ، شتوتجارت الالماني. وشتوتجارت عايز يشوف اللاعب عن قرب، وعايز يتفرج على بلال عطيه ويشوف قدراته. طبعا نتمنى له التوفيق، نتمنى له التوفيق. هنضرب نار واللي يحبنا يضرب نار. ضربنا نار ليه؟ معانا خبر ضرب نار، قنبله القنبله. موقع ترانسفير ماركت المسؤول عن انتقالات اللعيبه فاجئنا بخبر قنبله القنبله، وقال لك الاهلي اقترب من صفقه بنسبه 80%، والمفاجاه ان الصفقه دي اعاره مش بيع وشراء، وان الاهلي عايز ياخد الصفقه دي اعاره بنيه البيع بعد انتهاء عقد الاعاره. طيب الصفقه دي بتلعب في اوروبا، لاعب مصري بيلعب في اوروبا. الاهلي فاوض النادي بتاعه، لقى النادي بتاعه بيغالي في مساله البيع، غير البوصله وقال لك اخده اعاره. تخلص الاعاره يبقى في بند ان انا احصل على خدمات اللاعب بشكل نهائي بعد نهايه الاعاره. اللاعب اللي بنتكلم عليه اتكلمنا عليه قبل كده كتير، عمر فايت. فاجئنا موقع ترانسفير ماركت المسؤول عن انتقالات اللعيبه ان قال لك اللعيب اقترب من الاهلي بنسبه 80%، والاهلي اقترب من الحصول على اللاعب على سبيل الاعاره. واحنا قلنا ان فنربخشة بعد ما كان عايز يفسخ مع اللاعب بالتراضي، لما لقى عروض قال لك اللاعب ب6 مليون دولار. بعد كده خفض طلباته ل4 مليون دولار، والاهلي كان عارض 2 ياخدوا بشكل نهائي. بس ترانسفير ماركت ما ذكرش القيمه الماليه اللي عارضها الاهلي عشان يحصل على اللاعب اعاره، لكن طبعا هنتابع ونشوف. وزي ما قلنا كده الاهلي غير البوصله بتاعته انه يجيب اللاعب اعاره، ان شاء الله يتالق يقدر يشتريه بعد كده. خلال 72 ساعه 5 مليون ونص دولار هيدخلوا خزينه النادي الاهلي من صفقه وسام ابو علي. معلومه اللي جات لي، ودي معلومه اكيد الاكيده ومعلومه قنبله القنبله، ان اول الفلوس دي ما تدخل خزينه النادي الاهلي، النادي الاهلي هيحسم صفقه المهاجم الخارجي مش المحلي ده اسامه فيصل والاهلي شغال فيه. المهاجم الخارجي في 2 مرشحين بقوه، وفي واحد تالت في جنوب افريقيا اتكلمنا عليه، بس كيفن كارلوس موجود ويوسف ساليتش موجود الاثنين. والصدفه ان طلبات كارديف سيتي الانجليزي هي نفس طلبات بازل السويسري. كل نادي فيهم عايز 4 مليون دولار للتنازل عن اللاعب بتاعه.
واللي عرفناه ان خوسيه ريبيرو عايز الاثنين دول، او لاعب اورنالدو بيراتس اللي بيلعب في جنوب افريقيا واللي اتكلمنا عليه. بس طبعا كيفن كارلوس هو الطلب الاول، يجي بعديه يوسف ساليتش. ساليتش هيقيد كلاعب محلي لانه بلديات وسام ابو علي. 72 ساعه ونادي كولومبوس الامريكي هيبعت الفلوس. اول الفلوس ما تدخل خزينه النادي الاهلي على طول الاهلي هيحسم مساله المهاجم لتدعيم خط الهجوم. السيوله الماليه تفرق في اي حاجه وتفرق في اي شيء. هنتابع طبعا بقوه. تقول لي ممكن الاهلي يجيب مهاجم احنا ما سمعناش عنه خالص؟ وارد، وارد الاهلي يجيب مهاجم ما عندناش معلومه عنه. وارد 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 بقوه. بس طبعا الفلوس لما تتوجد الدنيا بتمشي، الدنيا بتمشي. الفيفا حدد موعد مباراتي مصر واثيوبيا ومصر وبوركينا فازو. مصر واثيوبيا يوم 5 سبتمبر. مصر وبوركينا فازو في وجادوجو عاصمة بوركينا فازو يوم 9 سبتمبر. مصر بتصدر المجموعة 16 بونت، بعديها بوركينا 11، وبعد كده اثيوبيا في معاها 6 بونت. طبعا احنا لو فزنا على اثيوبيا الدنيا تبقى حلوة، ولو نجحنا في الفوز على بوركينا هنوصل كاس العالم. كاس العالم طبعا في امريكا، ونتمنى لما ان شاء الله نوصل كاس العالم ونروح امريكا تكون العاصفه مشيت، تكون راحت تشوف اكل عيش في حته ثانيه، تكون راحت تشوف اكل عيش في حته ثانيه. هتقولي لا ده كاس العالم في 3 دول، مش مشكله، يودونا في اي حته بعيده عن العاصفه، يودونا في اي حته بعيده عن العاصفه. خلاص الزمالك ضم محمد اسماعيل ب 45 مليون جنيه ودفع 25 مليون كاش، وضم الواد احمد ربيع ب 35 مليون جنيه كاش. الاثنين بعد ساعات هيخوضا تدريب الزمالك ويشاركوا في تدريب الزمالك. الزمالك قاعد يقول لك انا الواد فتوح ده هعمل فيه واسوي. لا مش فتوح اللي يسيب المعسكر ويروح يتفرج على راجب علامه. لا مش فتوح اللي يسيب المعسكر ويروح الساحل واحنا نقعد هنا في القاهره نتشوي من درجه الحراره. احنا هنعمل في فتوح ده ونسوي. الحقيقه الزمالك عمل حاجه عظيمه جدا، جاب 3 مدربين مخصوص يدربوا فتوح. حقيقة حاجة عظيمة جدا 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 جدا. وجابوا له ملعب جنب بسين، يعني يخلص تدريب كده ينزل ينعنش نفسه شويه في البسين ويدلع نفسه. قالوا له ايه يا فتوح مبسوط؟ قال لهم زي الفل زي الفل يا فتوح. تمام تمام. خلي بالك راغب علامه لما يجي مصر السنه الجايه هنقطع لك تيكت في الصف الاول عشان تبقى مبسوط. قال لهم 100 فل و10 100 فل و10. فتوح ان شاء الله يعني ساعتين 3 4 5 6 ساعات بالكتير ويشارك في تدريبات الزمالك. الحمد لله الموضوع عدى على خير. فتوح اتبسط، راح الساحل، الدنيا زي الفل، اتصور سيلفي مع راغب علامه نزل البحر، حياه 100 فل و10. وان شاء الله كام ساعه كده الراجل ينزل التدريبات واحنا يعني احنا مسكنا فتوح. يعني ما ينفعش يا فتوح، ما ينفعش انت عملته دوت، عيب. خلاص موضوع يا جماعه فتوح انت على خير، وفي مدربين دلوقتي مخصوص بيدربوا فتوح، وكام ساعه راجل ينزل تدريبات. حياه ايه؟ حياه غير ساحل وميه وعصير وحفله الراجب علامه، هي دي الحياه. مدرب بيراميدز كرونوسلاف زعلان قوي، بيقول لك لا هو انا كل سنه يتعمل معاك جلاشه؟ كرونوسلاف بيقول لك اشمعنى انا اللي العب 5 العصر تلعبوني اول ماتش في الدوري 5 العصر؟ اشمعنى؟ انتوا مش حاسين بدرجه الحراره ولا ايه؟ كرونوسلاف معترض قوي، بيقول لك انا العب اول ماتش في الدوري، اشمعنى انا يعني 5 العصر؟ اشمعنى؟ ما انت تلعب في افريقيا يا كرونوسلاف يا حبيبي، انت هتلعب في افريقيا، ده انت راجل بطل دوري ابطال افريقيا يا كرونوسلاف، انت نسيت ولا ايه؟ انت كلها كام يوم كده 20 25 يوم وهتشد على افريقيا، وهناك برضو الدنيا حر. انت فاكر الدنيا ايه هناك؟ تلج يعني؟ جليد. معترض ويقول لك لا انا مش هلعب الساعه 5 وبيطالب الرابطه تغير موعد اللقاء. طبعا اول ماتش ل بيراميدز في الدوري ده اول لقاء ان شاء الله الموسم ده هيبقى بيراميدز ودجله الساعه 5 يوم 8 اغسطس. دكتور مصطفى المنيري، وطبعا الدكتور مصطفى المنيري من كبار اطباء العظام في العالم مش في مصر بس، وهو طبيب نادي بيراميدز. وطبعا الدكتور ايمن فريد اشهر جراح عظام في الوطن العربي كله، ومن الناس المصنفين دكتور مصطفى المنيري بيقول لك رمضان صبحي ما شاركش في مباراه قاسم باشا
لان الراجل عنده شد في الضمه. فكرونوسلاف فضل يريحه عشان يعني الاصابه ما تزيدش. بيراميدز خلاص هيخلص معسكر تركيا، هيرجع يقابل فرقتين، فرقه من الدوري وفرقه من المحترفين. اول فرقه سيراميكا من الدوري الممتاز، تاني فرقه من المحترفين اسوان. تاني فرقه هتكون اسوان. الجونه تعاقد مع لاعب اسمه صامويل اوماثا، واوماثا ده كان بيلعب في بيراميدز، بس بيراميدز اعاره للجونه. اوماثا بيلعب في نص الملعب، اوماثا الراجل بيلعب في نص الملعب. محله ضم محمد عبد الغني 3 مواسم، وطبعا عبد الغني فري، وكان خلص عقده مع نادي البنك الاهلي. كاس العاصمه، الرابطه عملت القرعه بتاعت كاس العاصمه. المجموعه الاولى فيها الاهلي، سيراميكا، فاركو، طلائع، انبي، محله، مقاولين. مجموعه جامده جدا. المجموعه الثانيه بيراميدز، بنك، بتروجيت، جونه، اسماعيلي، وادي دجله، مودرن. المجموعه الثالثه زمالك، مصري، حرس حدود، زد، كهرباء الاسماعيليه، سموحه، اتحاد سكندري. كاس الرابطه او كاس العاصمه مجموعات. ال 21 فرقه بتوع الدوري اتعملوا 3 مجموعات. هتقول لي الاهلي هيشارك، ممكن يشارك بفريق الشباب زي ما عمل قبل كده، ويدي فرصه للشباب ان هم يشاركوا ويلعبوا. عندنا بقى يا جماعه كوكا، احمد حسن كوكا طبعا، واللي النادي الاهلي رفضه، والاهلي معاه حق في الموضوع ده. هينتقل لنادي الاتفاق السعودي، صفقه انتقال حر، وهيعمل الكشف الطبي خلال ساعات، وبعد ما يجتاز الكشف الطبي هينضم لنادي الاتفاق السعودي. سموحه ضم محمد دبش. محمد دبش طبعا مدافع المصري، ضمه لمده 3 مواسم. ان شاء الله يبقى الدوري جامد نتمتع بيه باذن الله. طبعا النادي الاهلي هيخوض برضه مباراتين وديتين في القاهره، والنادي الاهلي خلاص رجع وعاد من تونس، الحمد لله الدنيا زي الفل، وعمل معسكره الخارجي. في بقى ماتشين وديين الراجل هيجرب فيهم اللعيبه اللي هيبتدي بيها ان شاء الله لقاء مودرن سبورت باذن الله يوم 9 اغسطس في مسابقه الدوري العام. طبعا الدنيا زي الفل تمام التمام ان شاء الله. بس المعلومه اللي عندنا ان امام مش هيلحق لقاء مودرن سبورت، مش هيلحق اللقاء طبعا. ان شاء الله يلحق اللقاء الثاني باذن الله تعالى، تكون الدنيا بقت كويسه معاه. طبعا حضراتكم عارفين انه عامل عمليه في عظمه الترقوه. ممكن ان شاء الله اللي يلحق اللقاء الاولاني باذن الله تعالى مروان عطيه. استاذنكم شيروا اللايف. اخواتي وحبايبي واصدقائي بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.